هو في ظروف افضل طبعا، يعني زي ما كان الواحد فاكر طبعا، يعني زي ما كان الواحد فاكر. الألمان أكلب من إنهم يبينوا عنصريتهم. أكلب يعني كلبين. يعني ألمانيا طبعا مشهورة قوي بموضوع العنصرية والقصص دي كلها، يعني حاجة معروفة في العالم كله، بس عشان دولة بيروقراطية والحياة فيها صعبة، وكل دولة لما جيت اتأكدت من ده. ده طلع ده الطبيعي. ده الطبيعي، يعني الحياة هنا روتينية بشكل بحت. طيب هل انت سعيده في المانيا ولا لا؟ السؤال ده صعب قوي كده ليه؟ ممكن تعرفينا بنفسك؟ لينا رمضان. طب يا ابني عملنا حاجه. المانيا واحده من اكبر وافضل الدول اللي موجوده في اوروبا، وحلم ناس كتير سواء كانوا مصريين او عرب ان هم يجوا ويبتدوا حياتهم ويعيشوا في المانيا. بس هل الناس بالفعل اللي جت وعاشت في المانيا هل طلعت المانيا زي ما كانوا متخيلين؟ وهل هم فعلا سعداء في المانيا ولا لا؟ ولو رجع بيهم الزمن لورا هل برضه كانوا يختاروا المانيا يجوا يعيشوا فيها ولا كانوا يختاروا دوله ثانيه؟ ده اللي هنساله النهارده للمصريين والعرب اللي موجودين في المانيا، نعرف ردهم ايه. ايه الاخبار، عامله ايه؟ الحمد لله، شو أخبارك؟ تمام الحمد لله. ممكن تعرفينا بنفسك؟ زينب راجح. ايوه ماشي. اللي بعد كده اللي بعد ايش تعرفوا؟ يعني منين من اليمن. تمام. وبقالك قد ايه في المانيا؟ 10 سنوات. بتشتغلي بتدرسي ولا بتعملي ايه؟ كنت أدرس كملت دراسة والآن أشتغل. ازيك يا هورا، اخبارك ايه؟ منور برلين يا باشا. حبيبي نرحب بيك تاني مره. يا باشا انا متشرفت والله. حبيبي خلينا برضو نسال نفس السؤال تاني، انت بقالك قد ايه في المانيا؟ يعني عرض نفسك كده بالسريع. بقالي كده حوالي 5 سنين ونص شغال في المانيا. شغال في الاي تي، شغال في يعني سوفت وير انجينير يعني. تمام. أنا غادة محمد، بدرس هنا ماستر انفيرمنتال مانجمنت. بقالي سنتين في ألمانيا، بس جيت أصلا وقت الكورونا، يعني بدأت في وقت الكورونا، كانت الدنيا أونلاين شوية. تمام. وبتشتغلي مع الدراسه ولا شغل بس؟ بشتغل ساعات يعني شغل ستودنت جوبز بس، لكن مش حاجة منتظمة، يعني لسه الدنيا مش منتظمة عشان كنت بين هنا وبين مصر وقت الكورونا. أنا لينا رمضان، صيدلانية من مصر، وبقالي 7-8 شهور بس. أنا اسمي إبراهيم سويلم، بدرس طب في جامعة الشاريتيه وفي ألمانيا من 2017. انت بتشتغل مع الدراسه ولا انت لسه بتدرس بس؟ لا، أنا بدرس وفي نفس الوقت بشتغل كمان جنب الدراسة. انت الطلاب بشكل عام وطلاب المجالات الطبية بشكل خاص بيبقى فيه تساهل كتير جدا من الجامعة، بيساعدوا لك ان هم يوفروا لك، بيساعدوك ان هم يوفروا لك فرص شغل سواء في المستشفى الجامعة او في العيادة. يعني انت شغلك في نفس المجال؟ انا بشتغل بدرس طب وبشتغل برضو في المستشفى. ليه المانيا؟ القدر والنصيب. يعني ليه اخترت تيجي المانيا؟ كانت منحة وكانت منحتي لألمانيا، فعشان كذا. طيب بص اقول لك حاجه، يعني انا كنت عموما يعني واخد قرار ان انا عايز اسافر، يعني الفتره بتاعت 2012 2013 والظروف اللي كانت في البلد وكده يعني. فكنت بدور يعني في اكتر من مكان، فلقيت يعني ناس كتيره بتتكلم على ان في طلبات في طلب يعني على الناس بتوع الاي تي في المانيا. وكان في اكتر من يعني ناس زمايلي في الشغل وفي الدراسه وكده، لقيتهم ان هم سافروا والدنيا معاهم تمام، فتوكلت على الله وابتديت ادور على شغل وسافرت وكده، ان في شغل تمام وفي فرص وفي معيشه يعني لحد ما كويسه، وفي ظروف افضل طبعا، يعني زي ما كان الواحد فاكر طبعا، يعني زي ما كان الواحد فاكر. اوريدي قبل كده كنت حاطه تشويس الاول ايطاليا، بس هي الفكره كلها ان الوضع الاقتصادي في المانيا الوضع افضل، وانا كنت اوريدي بدات دراسه الماني وقت الجامعه، ف يعني كملت في الموضوع وقلت المانيا ممكن تكون الفرص. انا عارفه ان في احتياج لعدد ناس كتير يعني محتاجينهم كشغل يعني. وليه مش ألمانيا؟ أنا في الأول كان قدامي كذا دولة، يعني كنت بفاضل ما بينهم، بس الصراحة ألمانيا بالنسبة للطلاب وفيها اوبشنز كتيرة حلوة جدا بتقدمها للطلاب من حيث الحياة وكواليتي الحياة، وفي مزايا كتير للطلاب بياخدوها لما بيكونوا ملتحقين بالجامعات الحكومية تحديدا، مش البرايفت، لأن البرايفت هنا بتبقى ليها يعني سكة تانية، لكن سكة الجامعات الحكومية بيبقى فيها مميزات كتير بالنسبة للطلاب يعني. وتحديدا أهم ميزة هي المصاريف. بتكلم مثلا ان الكواليتي التعليم في المانيا عالي جدا مقابل يعني المصاريف بتاعه الدراسيه في السنه او في السمستر قليله جدا. أنا كنت موجودة من 3 سنين سمستر أبرود تبع الجامعة GUC، فجيت ألمانيا وكذا بلد تانية، بس هي بتسهل حاجات كتير يعني، حلوة قوي أكتر من غيرها. قبل ما تيجي المانيا كنت عندك اي معلومات عن المانيا ولا لا؟ إن كانت يعني معلومات مغلوطة، وجيت هنا يعني الصورة اللي انت كنت رسمها على المانيا طلعت غير اللي انت كنت رسمها خالص؟ يعني طلعت أسوأ ولا أحسن؟ مش أسوأ ولا أحسن، بس غير يعني مختلفة، يعني أفضل في أشياء وصعبة في أشياء أخرى. بس
حسيت طبعا اكيد، وخصوصا ان انا كمان مجال دراستي دي قصه تانية اللي هو الانفايرمنتال مانجمنت والكلايمت تشينج كرايسيس والحاجات دي كلها. طبعا المانيا في شويه اتجاه واهتمام قوي بالموضوع ده سبيشالي في الان جي اوز والشركات الناشئه كلها، فحاسه ان الموضوع فيه اهتمام يعني بالتوبيك ده يعني. تمام. طيب لما دورتي على المانيا وبحثتي عنها، لما جيتي المانيا لقيتي الصوره اللي انت كنت رسمها في دماغك عن المانيا طلعت هي ولا اسوأ ولا احسن؟ المانيا طبعا مشهوره قوي بموضوع العنصريه والقصص دي كلها، يعني حاجه معروفه في العالم كله. بس عشان اكون صريحه، هي الفكره ان كل الناس بتتكلم، ودي حاجه معروفه ان احنا هنا في برلين لا تمثل المانيا، يعني احنا مش بنتكلم على شتوتغارت او فرانكفورت. فبصراحه مش قادره احكم يعني حكم اللي هو يكون صح 100%. يعني خلينا نتكلم من يعني وجهه نظرك انت. الدنيا لسه بالنسبه لي مش واضحه قوي، انا حاسه ان ده هيوضح جدا يعني. سو فار لما بروح اخلص ورق حكومي، تجديد الاقامه والقصص دي كلها تمام مفيش مشكله. حاسه ان ده هيبان اكتر وقت بقى الانترفيوز اللي هي الشغل الفول تايم الجد، ساعتها هقدر احكم ان الدنيا فعلا يعني ماشيه في اتجاه مريح ولا لا. هو أنا لما كنت برضو موجودة كان أكتر بنسافر وبنتفسح وبنعمل، لكن هنا بقى عيشة واستقرار وشغل وكده، أوراق كتير وصعب يعني حاجات مختلفة عن ما كنت متخيل. طبعا. بص يعني هو حاجات وحاجات يعني بمعنى؟ هو بص يعني ما فيش حاجه جيت لقيتها احسن من ما انا كنت متوقع. تمام. يعني اللي انا كنت حاطط في دماغي ان هو هيبقى كويس، جيت لقيته كويس الحمد لله. تمام. بس في حاجات تانية يعني كان عندي فيها توقعات افضل من كده، مع الاسف حسيت ان زي ايه؟ زي مثلا يعني مساله الاندماج، انك انت تبقى مندمج في المجتمع، يعني انك انت يبقى ليك مثلا اصدقاء المان ويبقى ليك معارف المان وتقدر تتواصل معاهم. الموضوع للاسف طلع مختلف تماما يعني 180 ما عندكش اي اصدقاء المان خالص يعني. كل الفتره اللي انت قاعد فيها ما عندكش اصدقاء المان؟ مفيش. لا يعني اعرف ناس معايا في الشغل، زملاء في الشغل، بس طبعا بره الشغل مفيش. ما تعرف ما فيش اي تواصل يعني. كان في صورة نمطية كتير جدا عن ألمانيا، إن هم شعب طبعا عنصري، وإن اللغة صعبة، وإن الحياة فيها مستحيلة، وإن الروتين هنا رخم، والدولة بيروقراطية والحياة فيها صعبة وكل ده. ولما جيت اتأكدت من ده. ده طلع ده الطبيعي جدا، ده الطبيعي يعني. الحياة هنا روتينية بشكل بحت. وخلي بالك احنا في برلين الحياة فيها يعني منفتحة شوية وفيها روح شوية عن بقية المدن بتاعت ألمانيا، لكن المدن الصغيرة هنا روتينية جدا، ما فيش فيها روح. والأكل والشرب هنا روتيني جدا. الشعب ما بيحبش يتصاحب غير على من أبناء جنسه، فمنغلقين شوية، وفي طبعا مواقف عنصرية كتير جدا بتقابل الناس. هل أنت سعيدة في ألمانيا ولا لا؟ السؤال ده صعب قوي كده ليه؟ السؤال صعب قوي للناس. لو سألني إذا أنا سعيدة في الحياة مجملا، لا خلينا نتكلم على ألمانيا. هل أنت سعيدة في ألمانيا؟ يعني مش سيء، بس مش سعيدة. يعني مش سعيدة اللي هو مبسوطة بارتي، لا يعني مش سيء. كلمة سعادة دي مختلفة شوية قوي، بس أنا الفكرة كلها في مميزات وفي عيوب. أنا شايفة إن برلين بالأخص فيها بالنسبة لي مميزات كويسة قوي. العشوائية اللي في ناس شايفاها، أنا شايفاها حاجة حلوة مش وحشة، إن الواحد ما يحسش إن هو ماينورتي. لا يعني بمعنى الناس بتتكلم هنا، الناس شوية مش ستريكت أو مش النظام الألماني الصرف يعني. أنا بالنسبة لي ده حاجة مريحة، علشان هنا في دايفرستي، مدينة كوزموبوليتان، فأنت بتحسش إن أنت ماينورتي في المكان يعني. بس يعني انت شخصيا يعني انت سعيده في البلد؟ لا انا مش هقدر اكون سعيده في مكان بصراحه ما فيهوش اهلي، عشان اكون صريحه. فهي دي ملهاش علاقه بالمانيا ان سبيسيفيك، لكن المانيا نفسها لا، فيها بالنسبه لي مميزات كتير قوي. لحد ما طبعا يعني بدون الورق لا يعني جنرال تمام اوكي. الحمد لله طبعا على كل حاجه، بس ان انا ادرس في المانيا واخد الجنسيه وفيها مميزات كتير، بس ما اعتقدش ان انا عايز استمر في المانيا. يعني انا في ممكن مثلا ارجع لمصر او اشوف الدوله العربيه، ممكن استفاد هنا بالدراسه وارجع افيد دوله من الدول العربيه او مصر طبعا على اولهم يعني. طيب ماشي، بس انت برضه ما ردتش على سؤالي، انت سعيد بالحياه في المانيا ولا لا؟ بنحاول نتعايش. ده بجد يعني. انت سالت اي مصري او اي عربي في المانيا بيقول لك ان احنا بنحاول نتعايش مع اللغه، بنحاول نتعايش مع صعوبه الدراسه، بنحاول نتعايش مع الشعب، مع روتين الاكل والشرب والحياه بشكل عام يعني. بس الحمد لله يعني احسن من غيرها بكتير يعني. الحمد لله على كل حال. الاجابه مش طالعه. لا يعني بص يعني اكيد يعني بص الحمد لله يعني. بص هو يعني هو الواحد كان قدره
ان هو يجي هنا. يعني انا طبعا قبل ما اجي استخرت ويعني وقعدت ادعي وقلت يا رب يعني يكون الوضع كويس، بحيث ان يعني ايه ما احسش ان انا اتسرعت في القرار او اندم على القرار وهكذا يعني. بس يعني لا من حيث ان انا يعني الحمد لله مستقر، يعني اوضاعي لحد ما مستقره، يعني من حيث الناحيه الماديه الحمد لله مستقر، من الناحيه العائليه انا معايا اسرتي هنا ماشيين في التعليم كويس الحمد لله. يعني ساعات بتحصل معاك مواقف وبتاع وكده بتحسسك انك انت متضايق شويه، او انك انت دماغك ساعات بتبتدي تفكر تقول طب لا انا عايز يعني اشوف بقى ممكن اعمل حاجه تانية وهكذا. بس يعني في المجمل الحمد لله على كل حال. لو رجع بيك الزمن لورا كنت ممكن تختاري برضه تيجي المانيا ولا لا وليه؟ المانيا اوكي. اكيد يعني المانيا كنت لو كان معي فرصه ان انا مثلا اتغرب، كان في معي عده دول، حختار المانيا اكيد. هتختاري برضه المانيا؟ ايوه يعني المانيا خيار مناسب لحد حابب يتغرب صراحه، يعني يدرس او يشتغل او يكون حياه يعني. طيب يعني انا قصدي مش ممكن تختاري اي دوله ثانيه غير المانيا؟ لا. دوله اوروبيه او اي حاجه؟ لا المانيا افضل. المانيا برضه. طيب أعتقد ألمانيا حد كبير، شغلها متوفر، وبالنسبة للصيدلة يعني محتاجين صيادلة. بس بص انا كنت صريحه في الاول، انا بالنسبه لي مثلا لو وضع اقتصادي في دوله من دول البحر المتوسط زي اليونان او ايطاليا او كده كان مستقر، كنت رحت هناك على طول، لان انا رحت الدول دي وبالنسبه لنا طبعا خصوصا انا من اسكندريه فالبلاد دي قريبه قوي مننا. بس الحاجه الوحيده اللي منعتني موضوع فعلا الظروف الاقتصاديه هناك، غير كده طبعا كنت فضلتهم عن المانيا. لا هاجي المانيا برضه يعني رغم اللي قلت لك فيه مميزات غير، بس برضه هاجي المانيا. كنت هختار اجي المانيا من فتره طويله، يعني برضه كنت هاخد نفس القرار. ان انا لا ما هو بص يعني هختار اجي مثلا ان انا من ساعه ما اخلص دراسه اجي هنا ابتدي دراسه من اول وجديد. يعني اخلص جامعه في مصر مثلا وبعدين اجي هنا اكمل دراسه. يعني الفتره دي كان ساعتها هيبقى الواحد مثلا لسه سنه صغير، عشرينات والكلام ده، فقادر ان هو يعني يستوعب حاجات كتيره، زي ان هو هيبقى لسه دماغه مستوعبه ان هو يجي يدرس من اول وجديد حاجات. من ساعه ما جيتي المانيا بشكل شخصي حصل معاك اي موقف عنصري ولا لا؟ الغريب انه حصل معي موقف عنصري من ناس مش المان. من مين؟ من دكتورتي في الجامعه الايطاليه اللي ما تعرفش تتكلم الماني وهزأتني. بالنسبه للالمان حصل معاك اي موقف عنصري من الالمان نفسهم؟ الالمان اكلب من انهم يبينوا عنصريتهم. اكلب يعني كلبين يعني. كلبين جمع كلب كلبين. ايوه اللي هو يعني ما يبينوش عنصريتهم بشكل مباشر، يحاولوا يبينوا انه هو انت تكون غلطان وهم يبالغوا في انتقاد غلطك، فهذا هو سبب انه نحن نرجع نقول عنصريه، بس هم لا، هو عنصريه طبعا بس يعني. اوكي معايا بشكل مباشر معاك او عيلتك بشكل عام؟ مع عيلتي ما حصلش الحمد لله، بس يعني في حاجات مواقف مثلا بتحصل إن انا عشان مثلا زوجتي محجبه وكده ساعات بلاقي ناس بتبص لها بشكل مش ظريف، هي ذات نفسها بتاخد بالها من الموضوع ده فبحس انها بتتضايق. بس معلش هقطعك، بيحصل تجاوز ولا هي نظرات بس؟ حتى اللي حصل معانا حتى الان نظرات بس مش اكتر من كده. مشاكل اللغه برضو بتحس ان الناس بتعاملك يعني يعني لا انت مثلا ما انتش فاهم الناس والناس مش فاهمينك، فتحس ان هم عندهم رد فعل عنيف معاك، اللي هو انت مش عارف تتكلم معانا، طب يعني عايز مني ايه؟ مع جيرانك مثلا مع حد في الشارع، مع حد في سوبر ماركت. لي ميزه وعيب بالنسبه للعرب في المانيا. ميزه للعرب في المانيا؟ ميزه وعيب. نبدا بالميزه عشان ما حد يهزئني. ميزه، انا جيت على فتره كان يعني العرب فيها كثير، فما اعرفش ايش كان قبل كذا، فاتوقع مثلا موضوع انه يكون في شخص عربي في محيط معه اصدقاء عرب وناس يعني لا معلش هصحك تاني، انا بتكلم عن المانيا نفسها مش عن العرب. يعني بالنسبه لك انت اديني زي مميزات الحياه في المانيا او ايه اللي بتحبيه في المانيا. اوكي شكلك مش لاقي حاجه. ايوه اللي هو يعني ممكن التنوع، اللي هو يعني ضايفين جزء من التنوع هو واضح انك بتحبي المانيا. لا مش احبها، بس يعني حاجه كويسه، ليش اسبها؟ انا مرتاح. ضروري؟ هل ضروري اسب؟ اوكي. طب اديني عيب او بالنسبه للعرب برضو في المانيا، او بالنسبه لك انت شخصيا. هي الجزء يعني جروب العرب اللي هم مش قادرين يندمجوا او مش قادرين يعني ياخذوا التوجيهات الصحيحه انهم يندمجوا في المجتمع، لانه في كثير حابين يعني اندماج، بس يكون يعني صعب انهم
يلاقوا التوجيه الصح، وفي اللي اساسا هو يعني جاي هنا مضطر، مش كلنا اخترنا هذا الخيار، فالشخص اللي يختاره يكون مبسوط اكثر من اللي يكون مضطر. معلش ثانيه واحده، يعني انت مضطر هنا بمعنى ايه؟ مثلا الناس اللي جاوا لجوء هذول مضطرين اكيد. لا انا بتكلم عليك انت شخصيا. انا مش مضطره، انا مضطره لحظه. مش عارفه اذا مضطره ولا مش مضطره؟ والله يعني انا معي الخيار ان انا لا والله. انت ما نسالش تريد ذكاء صح ولا؟ ايوه قلنا اسئله ذكاء لا